أهلا بيكم في أثر. هنا بنحاول نمسك الأفكار الكبيرة ونبسطها. النهاردة عندنا فكرة واحدة بس، فكرة واحدة من كتاب العادات الذرية. بس صدقوني الفكرة دي ممكن تغير كل حاجة. بصوا على الجملة دي، مش لازم تتغير مرة واحدة، كفاية 1% بس كل يوم. عارفين الإحساس ده؟ لما تحس إنك لازم تهد حياتك وتبنيها من أول وجديد عشان تتغير، إحساس تقيل قوي ومرهق. طيب، إيه رأيكم لو الحل طلع أبسط من كده بكتير؟ وده اللي بنسميه وهم التغيير. عندنا تصور كده إن النجاحات الخارقة دي لازم تحصل فجأة، قفزة واحدة عملاقة، تغيير يحصل في ليلة وضحاها. بس للأسف أو يمكن لحسن الحظ، الحقيقة مش كده خالص. لا، التغيير الكبير مش بيحصل فجأة أبدا. هو في الحقيقة مجرد تجميع، تراكم لمئات يمكن آلاف القرارات الصغيرة قوي اللي بناخدها كل يوم. حاجات بنعملها وإحنا مش واخدين بالنا من قيمتها أصلا. طيب، إيه هو بقى سر 1% ده؟ خلونا نشوف الحكاية دي بالأرقام عشان نستوعبها بجد. إزاي أصغر تغيير ممكن لما نكرره كل يوم ممكن يعمل تأثير خرافي؟ تخيلوا معايا كده سيناريوهين. عندنا شخصين، الأول قرر كل يوم هيتحسن بنسبة 1% بس، حاجة لا تذكر. والتاني للأسف أهمل نفسه وبقى بيتدهور 1% كل يوم. تفتكروا بعد سنة واحدة بس إيه اللي هيحصل؟ النتيجة ممكن تصدم ناس كتير. الشخص اللي كان بيتحسن 1% بس يومياً، بعد سنة مستواه هيكون أفضل 37 مرة. متخيلين الرقم؟ 37 ضعف. دي قوة التراكم يا جماعة، بتحول المجهود البسيط لنتيجة استثنائية. طيب والسيناريو التاني، للأسف الشخص اللي كان بيتدهور 1% كل يوم هيلاقي نفسه بعد سنة قدراته كلها تقريبا وصلت للصفر. الموضوع بينهار تماما، ودي حاجة تخوف وبتورينا إن نفس السلاح ده ممكن يبني وممكن يدمر. جميل. طيب، إزاي نطبق الكلام ده؟ مؤلف الكتاب جيمس كلير بيقول لنا على حاجة مهمة قوي. المشكلة عمرها ما كانت في الأهداف، يعني الناجح والفاشل غالبا بيبقى عندهم نفس الهدف بالظبط. طب إيه الفرق؟ الفرق الحقيقي بيكون في النظام اللي كل واحد ماشي عليه. الجملة دي بتلخص كل حاجة. أنت لا ترتقي إلى مستوى أهدافك، أنت تهبط إلى مستوى أنظمتك. يعني إيه؟ يعني الهدف ده مجرد نتيجة نهائية، لكن النظام هو الأفعال اليومية، العادات اللي بنعملها كل يوم عشان نوصل. لو نظامك أي كلام عمرك ما هتوصل لهدفك، حتى لو حلمك يوصل السما. والنظام ده ليه طريقة بيشتغل بيها، حاجة اسمها حلقة العادة. الموضوع بسيط، كل عادة بنعملها كويسة أو وحشة بتمشي في دايرة من 4 خطوات بسيطة: إشارة، بعدها رغبة، بعدها استجابة، وفي الآخر مكافأة. لما نفهم اللعبة دي بنبدأ نتحكم في عاداتنا صح. وهنا بقى نفهم ليه الكتاب اسمه العادات الذرية. العادة الذرية دي هي عادة صغيرة قوي زي الذرة كده، لكنها وحدة البناء الأساسية في نظام كبير. ولما الذرات الصغيرة دي تتجمع مع بعض بتبني إنجازات ضخمة. كلام جميل قوي، بس نيجي للأهم. إزاي نبدأ؟ نعمل إيه من بكرة الصبح؟ لأن الكلام النظري سهل، السر كله إن البداية تكون بسيطة، بسيطة لدرجة تخلي من المستحيل إنك ترفض تعملها. يعني بدل ما تقول أنا هغير حياتي كلها وتتعب وتزهق، لا، ركز على حاجة واحدة بس، عادة واحدة صغيرة، خطوة واحدة بس، قرار واحد تاخده كل يوم. خليك فاكر، البساطة هي اللي بتخلينا نكمل. طيب، لو الفكرة دي وصلت وحسيتوا بقوة 1% دي، عايز أشوف ده في الكومنتات. انزلوا دلوقتي واكتبوا 1%. تمام. يبقى خلاصة اللي قلناه النهاردة إيه؟ إن التغيير الحقيقي اللي بيكمل مش قفزة وخلاص، لأ، هو عبارة عن تراكم يومي بسيط وهادي. وخليكم فاكرين الجملة دي دايما، الوقت عامل زي العدسة المكبرة، هو بيضخم أي حاجة بنعملها باستمرار. لو عاداتنا كويسة الوقت هيبقى أحسن حليف لينا، ولو عاداتنا سيئة الوقت هيبقى هو عدونا الأول. لو الشرح البسيط ده عجبكم يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان الأفكار اللي جاية. والأهم من كل ده، انزلوا في الكومنتات واكتبوا هبدأ 1%. خلوه يبقى عهد كده بينكم وبين نفسكم، بداية الطريق. ابدأ بنفسك وسيب أثر.